أخيرا خرجت من مطار أوساكا عاصمة اليابان القديمة، أرض التاريخ والتقاليد. وانت معاك لستة طويلة بالحاجات اللي انت عايز تعملها أول ما توصل على طول، زي الأكلات اللي انت عايز تجربها والأماكن اللي عايز تزورها أو تتصور فيها وتاخد معاك هدايا. وانت ماشي في المدينة لاحظت إن كل مكان بتروحه بتلاقي المواطنين اليابانيين ودودين ومرحبين ومبتسمين، وسلوكهم متواضع بشكل مذهل يخليك مش عايز الرحلة تخلص. كل ده كان تمام جدا لغاية ما أختك قررت إنها تشتري الكيمونو الياباني علشان تعيش التجربة اليابانية، وراحت تشتري الكيمونو التقليدي. هي ما أجرتوش، هي اشتريته. كيمونو كامل الأوصاف، بحزام الأوبي العريض، بالشرابات البيضة، الصنادل الخشب، كل حاجة، ولبسته ونزلت بيه. وهنا بدأت تلاحظ المواطنين اليابانيين اللي كانوا ودودين جدا معاك ومبتسمين طول الوقت، بقت بساطهم غريبة شوية، والجو شكله مشحون وفيه شوية قلق. وفجأة ظهرت سيدة يابانية بالكيمونو التقليدي بتاعها، شدت أختك من حزام الأوبي بتاعها وفضلت تعدل في اللياقة بتاعت الكيمونو من غير ما حد يطلب منها. ببساطة الكيمونو قطعة فنية يقدر عمرها ب1300 سنة، كانت في يوم من الأيام زي طبقي بيحدد رتبتك ومكانتك في المجتمع. الساموراي على سبيل المثال زي بتاعهم مختلف عن الكهنة، والبنات الصغيرين لبسهم مختلف عن السيدات المتزوجات. كل ده يختلف عن البنات اللي موجودين في البلاط الملكي. كل حاجة في الكيمونو ليها معنى وليها اسم وليها استخدام. حتى طريقة لف حزام الأوبي ليه قواعد في منتهى الدقة. الكيمونو نفسه بيتلبس حسب الموسم، حسب المناسبة، وأحيانا حسب الورود المطبوعة عليه. اللياقة بتاعت الكيمونو بتطوي اليمين فوق الشمال، مش العكس زي ما أختك كانت عاملة، لأنه في الحالة دي بيستخدم في الكفن. السيدة اللي جت عدلت الكيمونو بتاع أختك مش هي لوحدها اللي بتعمل كده، سيدات كتير جدا في اليابان بيعملوا نفس التصرف مع السياح الأجانب اللي ما بيعرفوش يلبسوا الكيمونو صح، وطلعوا عليهم اسم بوليس الكيمونو. هو من وجهة نظر السيدة دي هي بتحاول تحمي الزي التقليدي بتاع بلدها، بالظبط زي ما احنا بنستغرب لما يجيلنا واحد أجنبي لابس جلابية صعيدي عليها بافر جاكيت أو بالكي سنيكرز، أو حتى أصغر الحاجات زي إنه مش عارف يلف العمة صح. وبرضه بالظبط زي الأجنبي اللي بيلبس الكندورة الإماراتي وهو فاكر إن هو بيعيش تجربة أهل البلد وهو في الحقيقة مش عارف يلبسها صح. ساعات كتير السكان الأصليين بيتضايقوا من الموضوع ده، بيوصل ساعات إن هما بيحسوا إن دي إهانة وتريقة وعدم احترام للعادات والتقاليد. الملابس بالنسبة لكل دولة بتعبر عن عاداتها، تاريخها، ثقافتها، واللي بالمناسبة لازم نحترمها كلها. احترام الثقافات مش معناه إن احنا نبطل نلبس اللبس تماما، لكن معناه إن احنا نتعلم كويس ونلبسه صح. أنا ماري، وده أول فيديو أنا هعمله مخصوص علشان البدل، لأن أنا لاحظت كتير إنه في ناس مش عارفة تلبس البدلة صح. فأنا هقول في السلسلة دي كل حاجة ممكن تحتاجها علشان تشتري البدلة صح، تعمل بيس بوك مظبوط، تتأكد إن البدلة اللي عندك مظبوطة للمناسبة اللي أنت رايحها، وما أعتقدش إنك محتاج مرجع تاني تاخد منه كل المعلومات اللي ممكن تفيدك في لبس البدلة. أعتقد هتبقى فكرة كويسة لو عملت سبسكرايب عشان يوصلك نوتيفيكيشن أول ما نزل الفيديو التاني على طول. زي ما قلت في الفيديو بتاع الإسبريتساتورا إن أنت لازم تعرف قواعد اللعبة عشان لما تعرف تكسر القاعدة تعرف تكسرها صح. ولو لسه ما شفتش فيديو الإسبريتساتورا ممكن تضغط هنا علشان تشوفه. إحنا لازم نعرف إن البدلة زي غربي اتعمل في أوروبا واتطور على إيد الإنجليز الإيطاليين والفرنسيين. عشان كده لما بتلبس البدلة وتقابل واحد من أوروبا بيبقى عارف إيه اللي أنت عامله غلط في البدلة من أول 5 ثواني. بيعمل لك سكانينج زي الأنتي فيروس بالظبط. بيبقوا شايفين تفاصيل في الغالب إحنا مش واخدين بالنا منها. بيعرف البدلة جاهزة ولا بيس بوك، بيعرف إن كانت الأكتاف بارزة أكتر من اللازم، هيعرف لو كان القماش صناعي ورخيص لأنه بيلمع بطريقة معينة تحت الشمس، أو إنك تبقى عامل مشكلة زي إنك تبقى لابس جزمة سبورت مش جزمة كلاسيك. بيعرف لو الجاكيت ضيق من عند كتفك وواسع من عند وسطك أنت كده بتحاول تستعرض عليه مش بتحاول تكون أنيق. أو لو أنت لابس بدلة سودا الصبح من غير الداعي هيعرف إنك مش عارف الفرق ما بين البيزنس كاجوال والفورمال. وأسوأ حاجة ممكن تكون عاملها هو إنك تكون كاوي البدلة غلط في البيت. أهالينا زمان كانوا يعرفوا الفروق الصغيرة دي وكانوا بيعرفوا يوظفوا البدلة صح، بس الجيل بتاعنا عشان هو شوية عملي ما بقيناش نهتم قوي إن احنا نقدم نفسنا بطريقة تستحق الإعجاب. أنه خلينا صريحين مع بعض شوية، زي ما الفستان بيخلي البنت أكثر جاذبية هتفضل البدلة أحسن لبس يبين شكل جسم الراجل بطريقة وقورة وغير مبتذلة.
في ثواني هتتحول من شاب عادي جدا لجنتلمان. الناس عايزة تثق فيك، عايزين يفتحوا مواضيع معاك، يعملوا معاك شراكات، وعايزين يوظفوك في الشركة بتاعتهم. في ناس ممكن تقولي مش مهم اللبس، المهم الأمانة، وده حقيقي على فكرة. بس أنا هنا في القناة بفترض بحسن نية إن كلنا هنا عندنا أخلاق، عندنا أمانة، بس ناقص شوية لمسات بسيطة عشان ما يبقاش فينا غلطة. أول حاجة هتكلم فيها النهاردة هو الجيب. أنا فاكرة مرة كنت بساعد حد بيشتري بدلة، وبعدين بعتلي صورة بتاعت البدلة بتاعته. قال لي البدلة حلوة جدا بس أنا مش عاجبني الجيب بتاعها. أنا قلت له إن الجيب مش المفروض يعجبك، الجيب بتاع البدلة ليه رمز وإنت لازم تعرفه. وإيه استخدامات البدلة اللي فيها الجيب ده؟ في mainly 4 أنواع من الجيوب اللي ممكن تلاقيهم في الجاكيت أو البدلة بتاعتك. أول واحد فيهم هو الباتش بوكيت. الباتش بوكيت هو إنك تخيط قطعة قماش على الجاكيت من بره. أول ما تشوف على الجاكيت بتاعك اعرف إنه كاجوال، عملي، وأهم حاجة إنه مش رسمي. غالبا ما هتلاقي البوكيت ده على البدلات بتاعة الصيف، أو هتلاقيها على البليزر. وعلشان هو مش رسمي ما ينفعش نروح بيه الشغل أو أي اجتماع مهم. ما ينفعش نروح بيها أفراح، مناسبات، نحضر بيها مؤتمرات. ما ينفعش نقابل بيها أي حد عنده سلطة سياسية أو حتى سلطة عادية زي سفير، وزير، مدير، وما إلى ذلك. افتكر إن البدلة دي معمولة لمناسبات غير رسمية، زي إنك تخرج مع أصحابك، غدا في مكان مفتوح، زيارة عائلية، خارج أنت وخطيبتك، وعايز تبين إن أنت مهندم في لبسك. النوع ده من الجواكت ينفع يتلبس على كاجوال أو جينز. القاعدة بتقول لو أنت خارج كاجوال وعايز يبقى شكلك مهندم أكتر، البس جاكيت. وأعتقد أحسن جاكيت ممكن يتلبس على الكاجوال هو الباتش بوكيت. النوع التاني من الجيب هو الفلاب بوكيت. النوع ده من الجيب هو الأشهر في البدل كلها. بتكون فتحة الجيب مخفية تحت غطاء مستطيل معمول من قماش البدلة. التصميم ده رسمي، أنيق، ومقبول جدا في الشغل. هتلاقي ناس كتير جدا على الإنترنت بتقولك أنت ممكن تدخل الفلاب أو الجزء اللي بره جوه الجيب نفسه، في حالة إنك عايز تبين إن البدلة إليجانت وشيك. بس دي حاجة مش صح وغلط جدا. الفلاب بوكيت في كل الأحوال لازم يكون بره الجيب مش جوه. الجيب ده أول ما تشوفه على البدلة اعرف إن البدلة دي رسمية، ممكن تحضر بيها مؤتمرات، اجتماعات، تقابل عملاء، وتحضر بيها مناسبات رسمية. لو حبيت تلبس البدلة دي وتخرج مع أصحابك أو تروح بيها زيارة عائلية، في الغالب هيبقى شكلك مبالغ فيه شوية، إلا بقى لو أنت عايز تقول لكل الموجودين إنك رمز الشياكة والأناقة وإنك أحسن واحد فيهم. تالت نوع هو الجاتد بوكيت. التصميم ده من الجيب ما بيبقاش باين فيه أي حاجة، ما بيبقاش فيه غير فتحة صغيرة بحواف مشدودة. التصميم أنيق جدا، فلات، بيبين شكل البدلة. هتلاقيه في بدلات السهرة زي التاكسيدوز أو البدلات الرسمية جدا اللي بتحتاج أعلى درجة من درجات الرقي والأناقة، وبالتالي هو خيار جمالي من الدرجة الأولى. ولأنه شكلها انسيابي وتقريبا شبه مخفي، الشكل ده بيحافظ على نظافة التصميم بتاع البدلة، وبيخلي التركيز أكتر على اللي لابس البدلة مش على الشكل بتاعها من بره. لأن القاعدة بتقول كل ما كانت البدلة شكلها نضيف من بره، ما فيهاش نتوءات، أشكال غريبة، حاجات خارجة، كلاكيع، أو حتى خياطة، ده بيزود من رقي البدلة نفسها. أنا أقصد إنها راقية، مش معنى كده إنه بقية البدل وحشة، بس زي ما قلت كل بدلة وليها استخداماتها. في الغالب هتلاقي الجاتد بوكيت في الدينر جاكيت، في التاكسيدوز، أو في البدلة الرسمية جدا زي الفورمال كلاسيك سوت. وبالتالي ما ينفعش نخرج بالبدلة دي في الزيارات العائلية أو نقابل أصدقائنا. آخر نوع هو التيكت بوكيت. أول ما تشوف البدلة دي اعرف إن صاحبها ستايل إنجليزي. شكلها بيبقى جيب صغير فوق الجيب الأساسي للبدلة. هتلاقيه في بعض البدلات الكلاسيكية اللي الطابع بتاعها إنجليزي. الجيب ده معمول أصلا عشان يشيل التذكرة بتاعة القطر، وهو تقليدي أكتر ما هو عملي. عشان كده مش محبذ في الوقت اللي احنا فيه إن احنا نلبس الجاكيت اللي فيه التيكت بوكيت، لأنه هيخلي اختياراتك بعد كده محدودة جدا على الستايل الإنجليزي. انت كده مضطر تتبع بقية الرولز للآخر، وهنا مش هينفع تبقى كرييتيف أو تحاول تبتكر أي حاجة، لأنه لو هتمشي إنجليزي يبقى إنجليزي. ما ينفعش تلبس عليها جينز، وما ينفعش تعملها معاملة الكاجوال، ولا قدر الله ما ينفعش طبعا تلبس قميص عليه زراير في الياقة، ما ينفعش. لازم تلبس البنطلون بتاع الجاكيت والجيليه والمنديل والجزمة الكلاسيك المظبوطة. احنا اتفقنا نمشي انجليزي صح؟ وهنا في شوية قواعد تخص الجيب لازم نعملها.
ممنوع نستخدم الجيب بتاع الجاكيت عامةً، ما تحطش فيه موبايلك، ورق، مناديل، مفاتيح، حتى ما تدخّلش إيدك فيه. ومع ذلك رغم إن إحنا مش هنستخدم الجيب، أول ما تشتري البدلة جديدة لازم تفُك الخياطة بتاعة الجيب علشان تفتح الجيب نفسه. في ناس بتفضّل إنها تسيبه مقفول، بس دي حاجة غلط تمامًا، الجيب لازم يتفتح. في الغالب بتبقى البدلة معمولة من أقمشة راقية جدًا زي الصوف، لو حطيت فيه أي حاجة هيبدأ ياخد شكل الحاجات اللي أنت حاططها جواها أو شكله يتهدّل ويبقى مش مضبوط. علشان نحافظ على شكل الجيب لازم نخلّيه مفيهوش أي حاجة من جوّه، وفي نفس الوقت نفتحه، لإنه ساعات بنحط إيدينا في جيبنا بطريقة لا واعية علشان إحنا متوترين شوية أو مش حاسين براحة. ساعات ممكن تحط إيدك في جيبك بالغلط، وهيبقى موقف محرج أوي لو الناس خدت بالها إن الجيب بتاعك مقفول. لو عايز تستخدم الجيب يبقى تستخدم جيب البنطلون بس، وبرضه ما تسيبش أي حاجة في جيب البنطلون، ولا الموبايل ولا المفاتيح، لأن إحنا في النهاية عايزين نحافظ على شكل الجيب بدون نتوءات أو كلاكيع أو أي حاجة تبوظ شكل السيلوات بتاع الرجلين، وده هيأثر على المظهر الجمالي بتاعك في الآخر. في الفيديو اللي جاي هتكلم عن الخياطة بتاعة البدلة، الزراير بتاعتها، شكل الأكتاف، وحاجات تانية كتير أنا متحمسة أتكلم عنها. بعد ما تخلص السلسلة هيكون عندك خبرة طويلة جدا في شراء البدلة، لبسها، والمناسبات اللي تنفع فيها. الأهم من ده كله إن أنت عارف كل جزء في البدلة بالظبط، إيه وظيفته، إيه فايدته، ومعناه إيه. لو عايزنا نتكلم في حاجة أو عندك اقتراحات معينة سيبها في الكومنتات. وأخيرا شكرا لكل الداعمين والمشتركين. يومكم لطيف. باي باي.